فاس وما أدراك ما فاس، العاصمة الإعلامية للمملكة. هو إنسان يلقب بالسياسي الحريف لدى حلفائه، وبملك العفاريت والتماسيح لدى خصومه. سيد حميد، مرحبا بك. اهلا وسهلا. هذا شرف كبير وجودك معنا اليوم في مدينة فاس. هو الشرف لي اولا لان مدينه فاس اولا عزيزه على كل المغاربه، لان مدينه اولا مصنفه تراث عالميا، اذا هي مدينه الانسانيه بكاملها. وهذا دليل على حب حميد شباط وكل الفاعلين لهذه المدينه المقدسه. إذا هذه الرسالة اللي كانت من ساكنة دائرة مولاي يعقوب إلى رئيس الحكومة، مفادها أن الشعب يئس من خطاباته ومن سياسته اللاشعبية ومن شعبويته، ولهذا التجمع الذي عقده في هذه الدائرة كان هزيلا جدا، وقد واجهه المواطنون بالانتقادات التي كان يجب أن يسمعها وعليه أن يسمعها. إذا بدل أن يغير من سياساته وشطحاته وخروجه عن الموضوعية، الآن بدأ في تصريحات مفادها أن هناك بلطجية وهناك استعمال بعض الأساليب الغير طبيعية بالنسبة للاستحقاقات اللي عاشتها الدائرة. أنا أقول السي عبد الإله بن كيران على أنه هو رئيس الحكومة ويتحمل المسؤولية كاملة، وهذا لا يمكن أن يعتبر الشعب المغربي أو كل من خرج عن طاعته أو كل من خرج على برنامجه فهو بلطجي. ذا البلطجي الحقيقي هو السي عبد الإله بن كيران، وهذا ليس غريب لأنه تأثر بالبلطجي القيادي في حركات الإخوان في مصر، ولهذا يقوم ببلطجته عن طريق اتهام الآخرين. كذلك اعتبر أن كل من صوت لصالح حزبه وهم الشرفاء. نحن نعتبر أن ساكنة مولاي يعقوب بصغيرها وكبيرها هم شرفاء هذا الوطن والمغرب، ولله الحمد كل الشعب المغربي هو شريف، ولأنه إنسان، والإنسان هو خليفة الله في الأرض. ولهذا الآن بن كيران فقد صوابه، وهذه هي مشكلته. اليوم تأثر كثيرا بعقاب الشعب لسياسته، السياسة المبنية على التفقير وعلى التجويع، المبنية على الزيادة في الأسعار والزيادة في الضرائب. هذه السياسة لا تنفع المغرب ولا تنفع المغاربة. الاحتقال الاجتماعي المتواجد اليوم في الساحة الوطنية خير دليل على أن سياسة بن كيران هي سياسة فاشلة بامتياز. وإذا السكان عاقبوا عبد الإله بن كيران وعاقبوا مرشح عبد الإله بن كيران عن طريق تصويتهم لفائدة الميزان رمز حزب الاستقلال.